عمرك دخلت كورس تحمست في الاول وبعدها طاقة اختفت؟ كورس كان قوي بس انت حسيت انك رجعت لنقطة الصفر. المشكلة مش في الكورس، المشكلة فيك انت. الطاقة الداخلية بتاعتك هي اللي بتفرق مش كمية المعلومات اللي بتاخدها. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في فيديو جديد معاكم صلاح في قناة ذا انرجي. بص يا صاحبي، خليني اقولك ليه طاقتك الداخلية اهم من اي كورس ممكن تدفع فيه الافات. المعلومة موجودة في كل حتة، على اليوتيوب، على التيك توك، في كتب، في كورسات. بس ليه ناس بتنجح وناس لا؟ الفرق هو الوقود الداخلي، الطاقة اللي بتحركك من جوه. الطاقة الداخلية هي اللي بتخليك تكمل لما الدنيا تصعب، هي اللي بتخليك تصحى بدري وتشتغل على حلمك حتى لو مفيش نتيجة سريعة. الكورس ممكن يعلمك ازاي تعمل الحاجة، لكن الطاقة هي اللي بتخليك تعملها فعلا. في ناس عندهم طاقة عالية بس ولا خدوا كورسات ولا نجحوا، وفي ناس خدت كل الكورسات وما اتحركتش خطوة. عشان كده بقولك اشتغل على نفسك من جوه قبل ما تدور على كورسات من بره. عايزك كل شوية تسأل نفسك ايه حلمك، تصحى كل يوم متحمس تشتغل عليه، وهل فعلا مؤمن بنفسك؟ لو الإجابة لا، يبقى مفيش كورس في الدنيا ينفعك. ابدأ بشحن نفسك، اشتغل على عقليتك، على دوافعك، على التزامك، وبس كده. وفي النهاية يا صديقي، حبيت أقولك طريق للنجاح مش بالكورسات، الطريق بيبدأ من جواك. لو عرفت تولع شرارة الطاقة اللي جواك، أي معلومة هتتعلمها هتشتغل بيها وهتوصل بيها بعيد. لكن من غير طاقة هتفضل تاخد كورسات وتلف في دايرة. ابدأ من جوه، ووقتها أي حاجة هتتعلمها هتبقى سلاح في ايدك. لو الفيديو ده لمسك شاركه مع حد محتاج يسمعه، وخدها مني، طور نفسك بس ما تنساش تبني نفسك. وبس يا سيدي، لو عجبك الفيديو متنساش بقى باللايك والاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشير المقطع لكل اصحابك عشان هم كمان يستفيدوا. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.